السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة هشام عبد الصمد رضوان، تحياتي لكم. دلوقتي احنا زي ما احنا شايفين بننقل كده اهوت. هنا طبعا ده بيت من البيوت الأثرية اللي هي أكتر من 100 سنة معمول بالحجارة اهوت، بس طبعا محدش ساكن فيه. وطبعا هنا الجو الريفي الجميل، جو الريف العظيم. مسقط اهو من المساقط للريف. الشمس الجميلة لما بتكون طالعة في فصل الشتاء يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، والجو دافي جدا. اتكلمنا وقلنا في فيديوهات سابقة ان ده محطة الصرف الصحي اللي عملتها مبادرة حياة كريمة. طبعا لسه ما اكتملش المشروع لغاية الآن. في نهاية هذه الحقول بنجد نهر النيل زي ما شفنا في فيديوهات سابقة. وطبعا شايفين الفلاح هنا بيقطع البرسيم اللي هو زرعه علشان يبدأ ينقله للأسواق عشان يبيعه. طبعا ده للمواشي. طبعا نخيل عالي ومرتفع جدا، وياما شعراء كتير جدا قالوا قصائد على النخل. أحد الشعراء قال: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، تلقى بالأحجار فتتلقى أطيب الثمر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.